اهلا بكل اصحابي في كل مكان. انا ليلو الشو هتكلم معاكم النهارده يا اصحابي في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهي التعليم دلوقتي فرصه كبيره جدا 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 لوزاره التربيه والتعليم ووزيرها طارق شوقي، ان هو ان شاء الله بعد ما نعدي الخطوه بتاعه فيروس كورونا ان احنا نحول كل التعليم الى تعليم عبر الانترنت. فرصة مهمة جدا 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 وفرصة كبيرة قوي للحكومة انها تخلي التعليم كله على الانترنت، من غير بقى ما نقعد ندور بقى على مدارس ومصاريف مدارس ومصاريف كتب ومصاريف لبس ومصروف وسندوتشات يعني حاجات كتير جدا 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 احنا في غنى عنها. دكتور طارق شوقي احنا ممكن ناخد الفرصة دي ان شاء الله بعد ما نعدي المحنة اللي احنا فيها، وساعتها هيكون التعليم كله من خلال وزارة التربية والتعليم. كل التعليم اللي عايز بقى يدخل بقى مدارس انترناشونال بقى دي حاجة ترجع له هو، ويا ريت تاخد قرار في الموضوع دوت. طيب لو عندنا اب وام مش متعلمين نعمل ايه؟ عندنا قنوات تعليمية محترمة نزلت ممكن تساعد بشكل كبير جدا ان احنا نساعد الاطفال اللي ابوهم وامهم مش متعلمين. طب افرض الاب والام مش موجودين، يا ريت يكون في اساتذه تعليم بيدوا نصايح عبر الانترنت او على التلفزيون. المهم ان الموضوع ده معمول له مشروع كامل جدا، انا هعمله مشروع كامل جدا، يا ريت نفكر فيه، يا ريت كمان نشارك الفيديو عشان الكل يستفيد ونترحم من مصروفات الدراسه. كل سنه مصروفات المدرسه بتزيد، دي فرصه الدوله، فرصه وزاره التربيه والتعليم انها تخلي كل المدارس عبر الانترنت ومن خلال الحكومه. يا رب الفيديو يعجبكم، استنوني في فيديو جديد. انا ليلو. عشان تشوفوا كل فيديوهاتي بسرعة اعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك للقناة، وكل اصحابي يفعلوا الجرس. انا ليلو.